أهلا بكم مرة أخرى. هدف لهدف والكثير من علامات الاستفهام حاتم، خاصة على يونايتد بنقطة وحيدة من أصل 6 كانت ممكنة في الجولة الأولى والثانية. يعني مشاكل يونايتد تستمر. يمكن الفريق استطاع أن يسجل الهدف بعد نوعا ما الركنية اللي سجل منها الهدف كانت مينيز بهدف ضد مرماه لكن الحقيقة أنا أتكلم عن مستوى الحجم اللاعب اليونايتد، المساحات شرح الدكتور بين الشوطين، لكن لما نتكلم عن مستوى الاستحواذ ومستوى الانتشار أنا فعلا في الشوط الثاني كان الطرف الأفضل، حتى مع تغيير دخول سيسكو، حتى مع تغييرات وغارتي وقيام ببعض التغييرات. اليونايتد يعاني بالنسبة لي على مستوى الطرفين، الطرف الأيمن والطرف الأيسر ليس بنفس الفعالية، فهنا نتكلم على إمكانيات وجودة لاعبين لابد أن ترتقي وتتحسن. هنا هدف التعادل لفولم. أردت دكتور الحديث عن هذا الهدف الذي لا يؤكد فقط مشاكل هجومية في طريقة اللعب التي يصر عليها أموريم، لكن في الجوانب الدفاعية خاصة خط الوسط. من الأفكار الدفاعية هي فكرة الضغط العالي وتطبيقها بنجاح يعطي أفضلية لأي فريق يتمتع بهذه الجودة في عملية الضغط العالي. أنك تعمل ضغط عالي هذا شيء، وأنك تعمل ضغط عالي بدون فعالية هذا شيء آخر مختلف نهائيا، مع الفوضى التي حصلت في الفريق في أمور كثيرة. أموريم يعبث في مانشستر يونايتد للأمانة. لما أقول أنا يعبث لأن لما تكلمنا في الموسم الماضي وقلنا المدرب ليس لديه الأدوات اللي تطبق نظام 3-4-3، هذا وارد لأن الفريق ما عنده أدوات. أتى في منتصف الموسم وكان معذور، ضحى بالدوري على أساس أنه يحقق الدوري الأوروبي، وصلنا هو في الصيف العناصر التي يرى بأنها جاهزة ما في الكفاية لتطبيق أسلوبه والخروج بأفضل نتيجة ليه. نعم، أنت لما تأتي إلى الصيف جهز فريقك على نظام لعب أنت تريد أن تطبقه في الملعب. هذا النظام أدواته غير متوفرة. وين الأظهرة الفعالة، الأظهرة الإيجابية؟ خلينا نتكلم على مثلا دارجو وأماد ديالو، هل هم أظهرة يبنى عليهم الفريق؟ اليوم روبنسون لاعب فولم أفضل من الاثنين. نعم، هل دالوت لاعب تبني عليه للبريمير ليج وتنافس على البريمير ليج؟ بالطبيعي لا. يعني لذلك هذه فوضى يقوم فيها أموريم ويعبث في الفريق، ويعبث في ما حدث في الانتقالات الصيفية من أسماء، من إمكانياتهم أن يظهر اليونايتد بشكل مغاير مختلف، ما ظهر عليه بشكل يعني سلبي نهائيا. طيب هل يعني شيء بصراحة شيء يخليك تفكر لا أنا تتكلم، أنا أفكر في أصدقائي جمهور يونايتد، لا أفكر أنه فعلا حالة إحباط. هل مع بداية الموسم هذا الكل متفائل، خسروا مع أرسنال قال لك لا لعبنا كرة حلوة ومتفائلين، يوم الأحد من أمس يقول لك ننتظر يوم الأحد فارغ صبر، أخيرا سنشاهد مانشستر يونايتد يأتي الفريق ليخرج بهذا الأداء المتواضع جدا. إحباط، وفوق هذا الإحباط معلش بعيد عن الكرة أموريم لغة الجسد كمية سلبية في الملامح. ليش؟ يعني وايد يعني في مدربين تلقى يتعثر في المباراة، لكن تشعر أن سيميوني أكثر مدرب بالعالم سوت عليه ريمونتادا وتعثر وكذا، لكن شوف الملعب موجود حماس هذا دايما يشوف الأرض وزعلان. ليش؟ هل في نقطة يعني صراحة، هل مسؤولية ماغواير انقاذ أموريم كل مباراة؟ شوف على فكرة نص اللقطات تجي على أموريم نفس الحالة، يطالع الأرض ويهز راسه دائما. من أول مباراة له مع أعتقد أبسويتش من أول مباراة له. طبعا لو لاعب شفتك أنت يا مدرب تهز راسك بتأثر يعني، شوية إيجابية شوية. الجانب السلبي للفريق، أنا والله سؤالي يعني مطروح. أمس فليك خسران 2-1 يضحك مع اللاعبين، هذه شخصية المدربين. بس محمد سؤال كابتن حاتم حتى السادة المشاهدين، هل مسؤولية ماغواير إنقاذ اليونايتد كل مباراة؟ لاعب بقيمة وبقدر وبقيمة مالية، دائما هو دوره آخر 5 دقائق ينزل كرة مباشرة، كرة هواية مشت معاه مرة ثانية. بس هذا اليونايتد مو فريق من نتكلم صاعد من الشامبيونشيب يريد أن البقاء، أنه يلعب على ماغواير آخر 5 دقائق كرات مباشرة. بس سؤال حاتم ودكتور طارق، هل يونايتد كان اليوم بهذا السوء ولا أنتم بالغين في القسوة على الفريق وعلى أموريم؟ احنا ناخذ حجم يونايتد. لو كان فريق ثاني لما قلنا عليه بنفسنا، ما كنا قاسين عليه بهذا، لأن يونايتد التوقعات أكبر. المدرب هذا لما استخدم
كانت التوقعات أن يقدم اليونايتد منذ بداية قدومه. لا، وإدارة النادي اللي كانت دائما تنتقد لعدم الإنفاق أنفقت. لكن معنى عذره جمهوره وعذره الجمهور لأنه وكثير من المحللين أكيد لأنه قالوا أنه أكثر اللاعبين في البداية التي بدأ فيها لم يقم بانتدابهم ولذلك تعامل مع الموجود، فكانت التوقعات في بداية هذا الموسم كبيرة. طيب سؤال، يونايتد يعني الدي ان اي الحمض النووي للفريق عرف بماذا في قمة يونايتد؟ القدم الهجومية، صح؟ والاعتماد على الأطراف. اليوم مانشستر يونايتد كابتن في 180 دقيقة وأكثر بقليل في مباراتين سجل هدف واحد اون جول من المنافس مونيز، صح؟ حتى لم يسجل. يعني يمكن بارقة الأمل الوحيدة الإيجابية الوحيدة أداء كونيا اللي كان سيء الحظ في مباراتين، كان يستحق أن يسجل على الأقل 3 أهداف في كابتن حاتم. بس محمد الدي ان اي تحلل، صحيح تحلل دي ان اي يونايتد خلاص ما في دي ان اي. يعني انا مستحيل اتقبل كابتن حاتم اني اشوف اليونايتد بهذا. ليش الواحد يكون متاثر بهذه الفرق العريقه؟ لان ما يصرف وما يعبث فيه من سنوات لغايه الان لم يصل الى نتيجه ان يرجع اليونايتد مثل ما هو متعارف. طيب ما تخاف انكم تكونون متسرعين في الحكم ويقول لك والله لسه جوله ثانيه وامامنا موسم طويل كل شيء يمكن يتغير، ولا ليالي العيد تبان من عصاريها؟ احنا نتمنى نكون غلطانين، نتمنى ان نكون غلطانين على اساس موريم يثبت عكس ذلك. هو اولا من ينافس على الدوري؟ الان نقارن اليونايتد بالفرق اللي تنافس على الدوري. لماذا احنا قبل بدايه الموسم بعد الصفقات الحاليه كثيرون وضعوا يونايتد من ضمن ال5 و6 اللي لهم فرصة جيدة بالفوز بالدوري والمنافسة على اللقب. حقيقة للفوز بالدوري صعب. الفوز بالدوري يعني لما أخذ اليوم ليفربول الذي فاز بالدوري والدعم الذي قام به أرسنال، ليفربول أول يوم فاز بالدوري، صح. ثم نأخذ الأرسنال، سيتي فهذا تشيلسي حتى توتنهام، هذا الكل أفضل من يونايتد اليوم. ثم اليوم أنا أعتقد أفضل من يونايتد بطريقة لعب هذه مش بالعناصر. لا احنا اليوم عنده عناصر ممتازة. اليوم غير النظام. إدارة أيوة اليونايتد على أسلوب هي اللي قامت بهذه اللخبطة في اختيار المدربين. فأنا اليوم الدي ان اي اللي اتكلم على دكتور اليونايتد، دي ان اي طريقة اللعب ودي ان اي اليونايتد الفوز بالألقاب وطريقة اللعب من يمكن تغيير من 4-4-2 التي كانت سابقا، صح، بالأطراف اللي 4-3-1 ولا 4-3-3 هذه فهذا تأقلم مع الوضع. لكن اليوم أنا لما استخدم من فان خال الى مورينو الى ديفيد مويس الى يعني في لخبطه في الاختيارات، ثم اذهب الى امورين، فانت اخترت طريقه مغايره على مكان باليونايتد. فهنا اللوم ليس اللوم على المدرب. انا معاك انه ينتقد المدرب، معاك في هذا، لكن الاداره هي التي تختار من جماعه الدفاع لجماعه الهجوم لجماعه، فليس هنالك طريقة واضحة. ايوه بس اليوم كابتن العتب الأكبر على من بعد مباراتين؟ المدرب، على أموريم. أكيد. لأن أموريم طلب من الإدارة إنفاق والإدارة أنفقت، صح؟ صحيح. ومن اختار لاعبين، هو من أراد أن يلعب بأسلوب معين وأصر على اللعب بهذا الأسلوب. ثم شيشكو 73 مليون تقريبا يورو على الدكة مباراتين. برونو مصر كما ذكرت على البقاء حتى نهاية المباراة. اللعب بأسلوب ليس الأنسب في ظل العناصر الحالية. المنطقي دكتور وانت تعطي دورات في التدريب انك انت تخلى عن اسلوبك واختار اسلوب اخر يتناسب مع هذه المجموعة. وشكرا يا اخي. اول درس تعلمته في عالم التحليل والله وانا اقولها بكل شفافية، المدرب يختار نظام اللعب حسب العناصر الموجودة المتاحة لديه. ما أقعد أنا في البيت أشوف برشلونة يلعب كرة جميلة 4-3-3 أروح كمدرب أبي أطبق هالكلام، ما يصير. أنت عندك أدوات هي من تعطيك النظام. أدوات اليونايتد لا تعطي نظام 3-4-3، ليس لديه أطراف، ليس لديه لاعبي ارتكاز بقوة بمكانة. نتكلم على كانتي مع تشيلسي كلاعب ارتكاز، أو رودري بإمكانه خروج تحت الضغط، تغطية الأطراف غير متواجد في اليونايتد. في لغز موجود. لوكشو يلعب قلب دفاع وماغواير دكة احتياط ودورجو يلعب ظهير. زي لوكشو ما هو دوره هني يلعب كقلب دفاع، صحيح. يلعب كظهير. إذا أنت تبي تعالج على الأقل بالأسلوب هذا، خل لوكشو على الجهة اليسرى كظهير يقوم في الأدوار على الأقل عكس الكرات. في لخبطة كبيرة جدا. أموريم يا أموريم يعاند الجميع ويريد إثبات فكرته، أو أن هناك عدم فهم في إمكانيات الفريق. طيب دعونا نستمع لبرونو متحدثا عن هذه المباراة وربما مجيبا عما
حللناه هنا في الاستوديو من خلاف ونقاش حدث قبل تنفيذه لركلة الجزاء الضائعة في ملعب فولهام. برونو، كيف تقيم المباراة والحصول على نقطة في ضوء ما حصل؟ هل أنتم راضون عن المباراة أو خيبة أمل؟ طبعا لا يمكن أن نكون سعداء بنقطة واحدة. أردنا أن نفوز بالمباراة، تقبلنا هدفا متأخرا، بعد الشيء دفعنا بطريقة جيدة وحصلوا على هدفهم، وهذا ما خيب أمالنا. أنت من أحسن من يتصدى لضربات الجزاء. تفاجأت من كيفية التسديد، وطبعا هل أثر عليك ما سبق ضربة الجزاء؟ من الواضح لدي الأسلوب الخاص بي لتسديد ركلات الجزاء، ولكن أنا لم أفلح في تسجيل هدف بسبب ما حدث قبل تسديد ركلة الجزاء. ثم ولكن أنتم كانت لديكم أيضا فرصة أخرى حينما كنتم في منطقة الهجوم. مثل ما قلت، خيبة أمل كبيرة. دخلنا بطريقة جيدة للمباراة، وكان يتوجب علينا أن نتحكم في المباراة ونقتل المباراة ولا نسمح لفريق الخصم أن يسجل هدفا، وكان يتوجب علينا أن نجعلهم يركضون لكي نحقق الإرهاق على الجانب الآخر. ومثل ما قلت، نحن تحكمنا بعض الشيء في المباراة، ولكن كنا نتوقع منهم هكذا حركات على أرضية الميدان وسمحنا لهم بتسجيل هدف. أنتم الآن تلعبون بطريقة معينة. هل أنتم تستمتعون بالطريقة الجديدة المقدمة من اللاعبين الجدد؟ طبعا كل اللاعبين الذين وقع جلبهم لهم مهارات كروية كبيرة، وننتظر منهم أن يتأقلموا بطريقة جيدة مع الفريق، وننتظر منهم القيمة المضافة في المستقبل. كانت هذه الأجوبة من برونو فرنانديز قائد فريق مانشستر يونايتد بعد التعثر بالتعادل وبعد تحقيق مانشستر يونايتد لنقطة وحيدة من أصل مباراتين لعبها حتى الآن، بين أولى أمام أرسنال في أولد ترافورد وبين الرحيل اليوم إلى فولهام في لندن. دعونا نذكركم أيضا بما حدث في هذا اليوم.